قصة النهاردة واحدة من أكتر القصص تراجيديا في تاريخ الكرة المصرية. لاعب كان بيتبصله على إنه الخليفة الشرعي لأبو تريكة والخطيب بيتحول للاعب منبوذ عند جماهير الأهلي وسجين زنزانة من 4 جدران، وفي الوقت اللي المفروض يكون في البرايم بتاعه مهدد بالإيقاف بسبب تعاطي المنشطات. أهلا بكم في قصة رمضان صبحي. في سنة 2005 رمضان اتقبل في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، على عكس كتير من اللعيبة اللي بتوصل للمكان ده عن طريق الوسط. رمضان كان بيمتلك موهبة حقيقية، كانت مهاراته في التحكم بالكرة والترقيص مختلفة، وده اللي خلاه محط أنظار للمدربين في قطاع الناشئين، وكل اللي شافه في طفولته كان عارف إن ده موهبة مصر الجاية. سنة 2007 ورمضان عنده 10 سنين بس جات له فرصة العمر عشان يظهر نفسه للناس لأول مرة، وده لما استضافه كابتن محمود الخطيب الأسطورة التاريخية للنادي الأهلي في برنامجه اللي كان اسمه سنة أولى كورة. ورمضان استغل الفرصة دي أحسن استغلال، وقدر يظهر موهبته قدام محمود الخطيب اللي تنبأ له بمستقبل هيكون فيه هو الامتداد الطبيعي لأساطير النادي الأهلي، وهيكون من اللحظة دي ولسنين كتير قدام ابن النادي. استمر رمضان صبحي في التطور في الناشئين لحد ما وصل لفريق تحت 17 سنة، وفي سنة 2014 نظمت الإمارات بطولة ودية للناشئين تحت 17، وكان الأهلي مشارك في البطولة بقيادة رمضان صبحي. للأمانة المصادر مش موثوقة قوي عن البطولة دي، بس يقال إن رمضان اتألق جدا في البطولة دي وسجل 3 أهداف وأخد أحسن لاعب في البطولة. بس بعيدا عن الأرقام اللي مش موثوقة، بس أنا فاكر من 10 سنين إن اتفرجت بالصدفة على ماتش في البطولة دي، وكان غالبا ماتش بوتافوجو البرازيلي. كنت بتفرج أنا وأبويا وما كناش نعرف رمضان قبلها ولا شفناه في الناشئين حتى، بس من أداؤه في الماتش ده أبويا قال لي ده هيبقى أحسن لاعب في مصر. الحقيقة أنا لحد فترة قريبة كنت شايف رمضان مجرد لاعب عادي، بس لما قررت أعمل الحلقة دي ورجعت أشوف مهاراته وأهدافه للأسف اتأكدت إن أنا كنت غلطان، وإن الكرة المصرية خسرت موهبة فذة ما تقلش عن تريكة وصلاح. بعد المستوى اللي قدمه رمضان في الدورة الودية ما خدش وقت كتير عشان يوم 6 فبراير 2014 وفي عمر 16 سنة يشارك في مباراته الأولى مع الفريق الأول في الأهلي قدام غزل المحلة، وفي 16 يونيو 2014 سجل رمضان هدفه الأول مع النادي الأهلي في مرمى مصر المقص. الدوري المصري سنة 2014 كان عبارة عن مجموعتين، بيتأهل أول وتاني كل مجموعة لدورة الرباعية بنظام النقط، وصاحب أكبر عدد من النقط بيفوز بالدوري. وفي الوقت ده اغلب نجوم الاهلي كانوا اعتزلوا او كبروا في السن وشطبوا كوره، كان الفريق معتمد اعتماد كلي على الناشئين، واللي كان ابرزهم طبعا رمضان صبحي. وقدر رمضان يساعد الفريق في الفوز بالدوري بعد ماتش حلو لعبه قصاد الزمالك، وماتش اسطوري تاني لعبه قدام بتروجيت وسجل هدفين، ومن وقتها وهو لاعب اساسي في تشكيله النادي الاهلي. رمضان صبحي كان زي اي حاجه حلوه ليها وشين، الوش الحلو بتاع الموهبه والحرفنه اللي تحب دايما تشوف الكره في رجله، والوش التاني بتاع خلق اللازمات والمشاكل واخد اللقطه باي طريقه ممكنه. وده ظهر يوم 21 يونيو 2015 في ماتش بين الاهلي والزمالك، والاهلي كسبان 2-0 والدنيا رايقه، اول ماتش رايح لسكور ولاعيبه الزمالك ما جاتش الماتش اصلا. يوم رمضان واقف على الكوره عشان تحصل مشكله في الملعب واللعيبه تمسك في بعض، طلع رمضان بعدها واعتذر، والناس وقتها تقبلت اعتذاره وقالوا انه لسه عيل صغير وحماس الشباب خدعه والامور عدت على خير والقصه انتهت. بس رمضان يعقل بقى ويسكت؟ طبعا لا، بيرجع رمضان بعد الحركه دي بشهور قليله عشان يوقف تاني على الكوره في نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك في الامارات، وساعتها الملعب قام وما عادش، اللعيبه مسكت في بعض والماتش اتوقف والاداريين نزلوا الملعب، وكانت حاجه اخر هرجله. سنة 2016 كان رمضان وصل لقمة مستواه مع الأهلي، وده اللي خلى العروض الأوروبية تجيله من كل مكان، أندية كتير كانت عاوزاه، وكان من ضمن الأندية دي أرسنال وروما وأودينيزي ولايزيج الألماني. ولأن قرارات رمضان كانت في أغلب الأحيان قرارات مش مدروسة، فقرر إنه يروح للدوري الإنجليزي. قرر إنه يروح الدوري الإنجليزي بدون أي حسابات في الجوانب الفنية والتكتيكية للنادي اللي هيروح له، وهل هيلاقي فرصة للعب ولا لأ، وهل النادي ده بيستحوذ على الكرة وهيقدر يظهر مهاراته من خلاله ولا لأ. رمضان بكل بساطة اختار يلعب في الدوري الإنجليزي لمجرد إن ده الدوري الإنجليزي وخلاص. في يوليو 2016 تمت صفقة بيع رمضان صبحي لستوك سيتي الإنجليزي مقابل 5 مليون جنيه استرليني عشان يبقى أغلى لاعب إفريقي يشتريه النادي على مدار تاريخه. يوم 20 أغسطس لعب رمضان ماتشه الأول مع ستوك ضد السيتي، وبعدها ما بقاش بيشمها ولا بيشارك غير على فترات، وحتى لما بيشارك بيكون كبديل، وطبعا بيكون متأيد بأدوار دفاعية، وده اللي خلاه ما يقدرش يظهر موهبته. يوم 23 ديسمبر 2017 سجل رمضان جول في وست بروميتش، بعدها بأسبوع سجل تاني في هاردسفيلد، والناس قالت خلاص رمضان جانا والمكنة طلعت قماش، بس للأسف ده ما حصلش، ورمضان رجع تاني حبيس للدك. على مدار موسمين قضاهم رمضان مع ستوك ما قدرش يعمل فيهم حاجه تذكر، وانتهت الحكايه قبل ما تبدا بهبوط ستوك لدوري الدرجه الثانيه، وده اللي خلى رمضان يدور على فرصه جديده. بس رمضان يتعلم الدرس ويشوف له دوري حنين سيكا عشان يظهر فيه مهاراته؟ طبعا لا، احنا هنروح هيدرسفيلد ونكمل في الدوري الانجليزي، ما هو محمد صلاح مش احسن مننا في حاجه. في 12 يونيو 2018 انضم رمضان صبحي لهيدرسفيلد ب 5.5 مليون جنيه استرليني لمده 3 سنين. ولو انت شايف ان تجربه
تجربة رمضان مع ستوك كانت فاشلة، فتجربته مع هيدرسفيلد ما كانتش موجودة أصلا، لأنه ما لعبش مع الفريق في الدور الأول كله غير 4 ماتشات بس. يصبر رمضان بقى على أمل إنه يجيله ربع فرصة يمسك فيها بإيده وأسنانه، أو حتى يشوف تجربة تانية في دوري أقل أو نادي أقل؟ لا طبعا. هنا اشتغلت جينات اللاعب المصري اللي هو انا عليا بايه البهدله دي كلها؟ انا ارجع بلدي معزز مكرم، هلعب اساسي وانضم للمنتخب، وكمان الناس هتجري تتصور معايا، بلا احتراف بلا وجع قلب. في يناير 2019 رجع رمضان صبحي للاهلي على سبيل الاعاره عشان يدوا قبلة الحياة لمسيرته اللي اتدمرت في ملاعب الانجليز. في الفترة دي الاهلي ورمضان كانوا محتاجين بعض. رمضان كلاعب مستواه انحدر بعد رحلة الاحتراف الفاشلة، وحال الاهلي ما كانش يختلف كتير عن حال رمضان، فريق مهلهل وبعيد عن المنافسة في جدول ترتيب الدوري. بس بعد رجوع رمضان كل شيء اتغير، وبدأ مكسب يجيب وراه مكسب، ورمضان بيسجل ويصنع، ودوره في الملعب بيتحول تدريجيا من مجرد لاعب جيد لقائد حقيقي جوه الملعب. وفي النهاية قدر الاهلي مع رمضان صبحي يحقق المعجزة ويفوز بالدوري اللي الاهلي في وقت من الاوقات كان بيحتل المركز الاخير فيه. بعد تألق رمضان مع الأهلي جت أكتر لحظة مضيئة في مسيرة رمضان كلها، كأس أفريقيا تحت 23 سنة في القاهرة. رمضان في البطولة دي كان زي كابتن ماجي، كابتن الفريق بالرقم 10، لاعب صاحب خبرة وسط لعيبة كتير في بداية مشوارهم، مكسب ورا التاني عشان يوصل منتخب مصر للنهائي قدام كوت ديفوار، وفي الدقيقة 114 بيسجل رمضان هدف المكسب وهدف البطولة كلها عشان يتوج مجهوده برفع الكاس والفوز بجائزة أحسن لاعب في البطولة. بعد نهاية البطولة الناس كلها كانت مستنية رجوع رمضان للأهلي، بس اللي حصل كان غير كده. اللي حصل كان زلزال. رمضان بيمضي لبيراميدز بشوال فلوس، بيراميدز اللي جماهير الاهلي شايفاه عدوها الاول والمنافس المباشر ليهم على الصفقات، وتحول رمضان صبحي بين يوم وليله من ابن النادي لخاين وعميل وناكر للجميل. رمضان قال انه رايح بيراميدز عشان طموح جديد، بس الحقيقه اللي كلنا عارفينها رمضان راح بيراميدز عشان الفلوس. وعلى فكره انا مش ضد ده، اصل ما دام قررت تسيب الاحتراف وتلعب في دوري كحيان زي الدوري المصري كل انجازاته وهميه والمنافسه فيه على صفحات السوشيال ميديا اشرس من المنافسه في الملعب، فتمام انك تختار الفلوس. اصل هو كده كده مفيش كور. بس انا كل مشكلتي مع رمضان انه ما حاولش يستسلم بدري وراجع من الاحتراف. المهم مسيره رمضان مع بيراميدز تتلخص في سطرين: بطوله كاس وبطوله افريقيا. دوره فيهم ما كانش مؤثر، و158 ماتش ساهم فيهم ب 68 جول، وشكر الله سعيكم على كده. وخليني بقى اخدك بره الملعب شويه، لان كده تقريبا خلصنا مسيره رمضان جوه الملعب. هاخدك يا سيدي اليوم 14 مايو 2025 ونروح لمعهد الفراعنه العالي للسياحه والفنادق. وكيل المعهد بيمر مرور روتيني على لجان الفرقه الثالثه عشان يكتشف ان في شاب تاني خالص اسمه يوسف عنده 22 سنه وشغال في قهوه بيمتحن مكان رمضان صبحي مقابل 5000 جنيه لكل فصل دراسي. وبعد كده التحقيقات كشفت ان رمضان اتفصل قبل كده من معهد العلوم الحاسب بسبب سقوطه المتكرر، عشان كده لجأ لوسيط يساعده في النجاح المره دي. واشتملت القضية على تزوير كراسات إجابة وكشوف حضور وانصراف وتوقيعات منسوبة لرمضان في سنين دراسة ما حضرهاش أصلا. في 30 ديسمبر أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكم بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل. بس في جلسة 24 يناير 2026 قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأييد الحكم مع إيقاف التنفيذ، وده مكن رمضان من الخروج من السجن، بس الحكم هيفضل في سجله الجنائي وهيبقى سوابق. يعني رمضان ما لحقش يخلص من قضية التزوير، لقى نفسه لبس في مطب أسوأ بيهدد مسيرته كلها، وده بعد ما ثبت تلعبه في عينة المنشطات. وبس يا سيدي لبس رمضان إيقاف لمدة 4 سنين عشان على أرض الواقع تنتهي مسيرة موهبة من أهم المواهب اللي جت في تاريخ مصر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقول لي تحب القصة الجاية تكون عن مين.